السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي مقاتلين الصف الثالث الاعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا زي القشطه. النهارده ان شاء الله هنحل اسئله الدرس الاول ولكن في الوحده الرابعه. خلي بالك الاول الوحده الكام؟ الرابعه. الوحده الثالثه كانت عباره عن 4 دروس، اللهم لك الحمد والشكر خلصناهم كلهم سواء شرح وحل اسئله. النهارده بقى هنبدا اول درس عندنا في الوحده الرابعه، درس ترند. درس كله يقول لك اصل صعب جدا، اصل مستحيل اذاكر الدرس ده. اعمل ايه يا ابني؟ درس صعب ايه؟ صعب ايه؟ صعب عليك انت يا مقاتل يا جامد يا بطل يا اسد. الدرس يا ابني تافه جدا، اسمه خلفاء محمد علي. ولكن قبل ما اتكلم في اي حاجه انت عارف هتعمل ايه. بعد اذنك حضر ملزمتك، حضر قلمك، كوبايه شاي حلوه كده او كوبايه قهوه، ركز معايا، سمي الله، يلا بينا. يلا بينا نحل 50 سؤال على الدرس التافه اللي اسمه خلفاء محمد علي. طيب أول نوع من الأسئلة معايا هو اختر الإجابة الصحيحة. 1. تم إنشاء أول خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية في عهد نقط. برافو عليك، عهد عباس باشا الأول. هنا ما قاليش أتم أو ما قاليش بدأ، قال لك تم إنشاء، وبالفعل أيوه أول ما عرفنا خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية كان في عهد عباس الأول. طيب 2. أصبح الفلاح المصري مالكا لأرضه الزراعية في عهد نقط. مالك لأرضه الزراعية في عهد مين؟ طبعا عهد سعيد باشا، محمد سعيد باشا اللي عمل لهم اللائحة السعيدية. طيب 3. في عهد سعيد باشا تم إلغاء ديوان نقط. لغى ديوان ايه؟ طبعا لغى ديوان المدارس اللي بتساوي دلوقتي وزارة التربية والتعليم. 4. بدأت سياسة الاقتراض في مصر في عهد نقط. محمد علي ولا عباس الأول ولا سعيد باشا ولا خديوي إسماعيل؟ لا، عهد سعيد باشا. ده أول واحد حط رجلينا في الوحل في الأزمة المالية، وبعد طبعا بعده الخديوي إسماعيل. 5. كان حفر ترعة نقط شرطا أساسي من شروط حفر قناة السويس. طبعا ترعة الإيه؟ ترعة الإسماعيلية. طيب رقم 6. تم إنشاء مصلحة البريد المصرية في عهد نقط. عباس الأول، سعيد باشا، الخديوي إسماعيل، توفيق. طبعا هيبقى الخديوي إسماعيل هو اللي عمل مصلحة البريد المصرية. طيب 7. تأسيس مجلس شورى النواب عام 1806. تأسس مجلس شورى النواب عام 1806 في عهد نقط. سعيد باشا، محمد علي، إبراهيم باشا، خديوي إسماعيل. طبعا أنت عارف أكيد إن هو الخديوي إسماعيل. طيب تعالى نطلع كده بالملزمة سيكة كده صغيرة لفوق عشان نحل باقي الأسئلة. أرسلت بريطانيا بعثة إلى مصر برئاسة نقط. وينجت ميلنر كيف الليمبي. طبعا كيف الليمبي. طيب 9. تنازل الخديوي إسماعيل عن أطيانه وأطيان عائلته ووضعها تحت الرقابة الدولية. كان من مطالب نقط بعثة كيف صندوق الدين، المراقبة الثنائية، ولا لجنة التحقيق العليا الأوروبية؟ هو ده لجنة التحقيق العليا الأوروبية. طيب رقم 10. من أكثر المحاصيل التي زادت خلال عصر الخديوي إسماعيل بصعيد مصر. محاصيل إيه؟ طبعا محاصيل أو محصول قصب السكر. بلغ تدهور التعليم أقصى مدى له في عهد نقط. عهد نقط طبعا سعيد باشا. ثواني يا مستر، إيه ده؟ ليه مش عباس؟ ليه؟ اقول لك يا باشا، عباس ده اغلق معظم المدارس، قفل كده شويه مدارس، اما سعيد باشا جاب ظرافها كلها، الغى ديوان المدارس. فاللي قفل الوزاره ولا اللي قفل المدارس؟ طبعا لا، اللي قفل الوزاره. فيبقى اقصى مدى له في عهد سعيد باشا مش عباس الاول.
12 بدأت الأزمة المالية في مصر خلال عهد نقط محمد علي، عباس الأول، سعيد، والخديوي إسماعيل. طبعا في عهد سعيد باشا، هو أول واحد بدأ إن هو يقترض من البنوك الأوروبية، وبعد كده بدأ إن هو يستلف فلوس من الناس المرابين بتوع الربا وهكذا. 13 تم مد خطوط التلغراف إلى مختلف المحافظات في مصر في عهد نقط محمد علي، عباس الاول، سعيد، الخديوي اسماعيل. هيبقى الخديوي اسماعيل. ثواني يا مستر، غلط. احنا يا مستر عرفنا ان التلغراف دوت موجود في سعيد باشا. احب اقول لك لا، سعيد باشا ده يا باشا كان مد التلغراف في القاهره، اسكندريه والسويس فقط. القاهره، اسكندريه والسويس. اما في مختلف المحافظات في عهد مين؟ اسماعيل. لذلك يا حبيب قلبي انت شهاده، ركز، محدش يديك على قفاك، انت راجل مقاتل. اسمع واقرا واشوف السؤال مره 2 4 و10 واعرف هو طالب مين بالظبط. دلوقتي انت في مرحله اكون او لا اكون. الغلطه بفوره في الامتحان، انت قاعد في اللجنه ما تتسرعش. اللي هيطلع قبلك من اللجنه ده مش هيخش الجنه، بالعكس ده هيطلع يقول يا لهوي ده كان قصده اسماعيل وانا عملتها سعيد، ويقعد يلطم على وشه. طب وليه؟ انا اقعد في اللجنه براحتي، اقرا اسئلتي كلها براحتي، اقرا السؤال مره و2 و4 و10، اخد وقتي كله. تمام؟ طيب ربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله. 14 توقفت صحة عقد امتياز قناة السويس على موافقة نقط. مين اللي يعني بعد ما يوافق خلاص نعمل بقى ايه؟ قناة السويس. سعيد باشا، الانجليز، السلطان العثماني، فرنسا طبعا السلطان العثماني. طيب تعالى نشوف باقي الأسئلة بتاعتنا. رقم 15 أنشئت دار الأوبرا المصرية في عهد نقط. طبعا أنت عارف إن هو عهد الخديوي إسماعيل، مش هنقعد نحكي على بعض كتير يعني. 16 وصل النفوذ المصري إلى ساحل البحر الأحمر بالكامل في عهد نقط. طبعا أنت عارف إن هو الخديوي إسماعيل. وصل إيه؟ النفوذ المصري إلى ساحل البحر الأحمر بالكامل. والكلام ده كان عام 1875 بالمناسبة يعني. طيب 17 أتم سعيد باشا الخط الحديدي بين نقط. هنا بقى بص أقول لك أتم، هو بقى اللي خلص، أتمه. حلو. بين إيه وإيه؟ بين طبعا القاهرة والإسكندرية. يبقى هو بدأ في عهد عباس، واللي أتمه مين؟ سعيد باشا. طيب تعال نطلع بمدرستنا فوق شوية عشان تشوف الصورة كده جميلة وكاملة. رقم 18 الهيئة التي تولت مسؤولية تسليم الأموال المصرية للدائنين في عهد إسماعيل. مين؟ طبعا صندوق الدين. تمام؟ طيب 19 تم إنشاء إدارة للرقابة المالية أو المراقبة المالية بناء على اقتراح نقط. تم إنشاء إدارة رقابة مالية بناء على اقتراح من مين؟ طبعا من بعثة كيف. من مين؟ بعثة كيف. طيب 20 أصدر الخديوي إسماعيل مرسوم بتأليف نقط عام 1878. ده تاريخ الوزارة المختلطة اللي كان ساعتها رئيس الوزراء اسمه نوبار باشا، على وزن كلمة حمار باشا. طيب 21 بدأت تزداد المدارس الأجنبية في مصر منذ عهد نقط محمد علي، عباس الأول، سعيد، الخديوي إسماعيل. هقول لك إن الإجابة هتبقى سعيد باشا. طيب ليه يا مستر سعيد باشا؟ لأن الراجل ده ألغى ديوان المدارس، وفي نفس الوقت شجع على البعثات الأجنبية على فتح مدارس لها في مصر، فتم فتح مدارس أجنبية في القاهرة وفي الإسكندرية في عهد مين؟ الراجل ده اللي اسمه إيه؟ سعيد باشا. 22 اشترك عباس باشا وسعيد باشا في نقط. هما الاثنين في بينهم حاجات مشتركة. تعال نشوف كده، يا ترى في الاهتمام بالتعليم، ولا زيادة عدد الجيش، ولا تحسين وسائل النقل، ولا تدعيم الأسطول؟ لا، الإجابة الصح تحسين وسائل النقل. ده حسن النقل البري، وكمان عمل أول سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية،
وسعيد باشا أتمه وعمل برضه خط سكة حديد بين القاهرة والسويس. لكن اهتمام بالتعليم طبعا لا، ده ما حدش فيه مهتم بالتعليم أصلا. نجح الخديوي إسماعيل في حماية الأمن القومي لمصر من ناحية من ناحية الجنوب، حيث أرسل حملات عسكرية للأقاليم الاستوائية في أفريقيا. تمام؟ طيب تعال نشوف السؤال رقم 24 و25. 24 زادت مساحة الأراضي الزراعية في عهد الخديوي إسماعيل بسبب إيه؟ الاهتمام بمشاريع أو مشروعات الري، إلغاء نظام الالتزام، اللائحة السعيدية، تخفيف الضرائب على الفلاحين. طبعا هيبقى الاهتمام بمشاريع أو مشروعات الري. عمل ترعة اسمها ترعة الإبراهيمية، هو اسمه إسماعيل، أبوه اسمه إبراهيم على اسم أبوه يعني. 25 ظهرت بعض الأعمال الإيجابية في عهد عباس باشا الأول في مجال نقط، يعني أعمال حلوة مش مساوئ، لا ده حاجات جميلة يعني. طيب يعني مميزات، يعني الزراعة، تعليم، نقل ومواصلات، ولا صناعة؟ طبعا النقل والمواصلات، أما كل ده أهمل فيه. طيب يلا ندخل على سؤال ونوع جديد من الأسئلة، هو صح أو خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تم تخفيض حجم الجيش في عهد الخديوي إسماعيل. طبعا الكلام ده خطأ، ده كان واخد فرمان علشان يزود عدد الجيش المصري. 2 أصدر سعيد باشا اللائحة السعيدية في أغسطس عام 1858. أكيد التاريخ مش غلط، فتبقى طبعا صح. أصبح التجنيد إجباري في عهد عباس باشا الأول. طبعا خطأ، ده في عهد مش عباس، ده في عهد سعيد باشا اللي هو محمد سعيد. 4 عقد سعيد باشا أول قرض مع أحد البنوك البريطانية. أيوه الكلام ده صح. كانت موافقة السلطان العثماني على امتياز حفر قناة السويس شرطا لصحته. طبعا أيوه الكلام ده صح. 6 أعاد الخديوي إسماعيل فتح ديوان المدارس. أيوه اللي أغلق في عهد مين؟ سعيد عمه. رقم 7 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب عام 1862. لا غلط. ايه ده؟ والله لان التاريخ ده غلط، التاريخ ده غلط، مفروض 1866. شفت بقى؟ فبعد اذنك ركز. هل ممكن يجي لي سؤال زي كده في امتحان؟ بصراحه بيني وبينك لا خالص، بس يعني انا بحط كل الاحتمالات. طيب 8 أرسل إسماعيل حملات عسكرية للأقاليم الاستوائية في أفريقيا. أيوه الكلام ده مظبوط. طيب 9 أصدر الخديوي إسماعيل مرسوما بإنشاء صندوق الدين. هو الخديوي إسماعيل أنشأ عمل منشور عشان ينشئ صندوق الدين. طبعا الكلام ده صح. طيب كان صندوق الدين بمثابة خزانة فرعية للخزنة المصرية الكبيرة. طبعا الكلام ده صح. طيب 11 كانت الوزارة المختلطة برئاسة شريف باشا. طبعا لا مش شريف باشا، ده الراجل اسمه نوبار باشا. يلا بينا نشوف الأسئلة اللي بعد كده. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. جميل جدا. 1 ديوان تم إلغاؤه في عهد سعيد باشا. ديوان ايه؟ عاش ديوان المدارس، ديوان المدارس. طيب 2 أسسه الخديوي إسماعيل ويعتبر بداية تاريخ المؤسسات النيابية في مصر. التاريخ ده غلط. بداية تاريخ المؤسسات النيابية في مصر. ده ايه بقى؟ مجلس شورى النواب. مجلس بقى؟ شورى النواب. طيب رقم 3 أنشأ في عهد الخديوي إسماعيل وكانت بمثابة خزانة فرعية للخزنة المصرية. ايه ده؟ صندوق الدين. ده صندوق الدين المصري، صندوق الدين. طيب لجأ إليهم سعيد باشا يستدين منهم الأموال مقابل سندات، يعني كمبيالات أو وصولات يعني، على حساب الخزانة المصرية. دول مين بقى؟ المرابين.
مين المرابين دول بقى؟ دول بتوع الربا، اللي هو اديك مثلا النهارده 10 جنيه ترجعها لي الخميس اللي جاي 40 جنيه. شفت بقى؟ طبعا ده كده حرام. 5. ترعى قامت شركة قناة السويس بحفرها تكون صالحة للملاحة النيلية بناء على شروط الامتياز الثاني لقناة السويس. طبعا دي ترعى اسمها ترعة الإسماعيلية. اسمها ايه؟ ترعة الإسماعيلية. طيب 6. ترعى تم تطهيرها في عهد سعيد باشا لتفي بحاجة الزراعة والري بتاعت أبوه. ترعة الإيه؟ المحمودية. دي ترعة المحمودية. طيب 7. ترعى تم إنشائها في عهد محمد علي. برضو ترعة هي المحمودية. طيب امال ترعى تم انشائها في عهد الخديوي اسماعيل. افتكر ان اسماعيل عملها باسم ابوه الايه بقى؟ الابراهيميه. ترعه الابراهيميه. جبتهم لك كلهم تحت بعضهم عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. طيب تعالى نطلع سنه كده فوق بالملزمه عشان نكمل باقي اسئلتنا. يلا بينا. رقم 9. مصانع توسع في انشائها الخديوي اسماعيل في الوجه القبلي. مصانع ايه؟ مصانع بتصنع ايه في الوجه القبلي؟ مصانع لتصنيع ايه؟ السكر. مصانع السكر. مصانع السكر او قصب السكر. 10. تجارة أراد الخديوي إسماعيل أن يمنعها عن طريق إرسال حملات حربية إلى الأقاليم الاستوائية بأفريقيا. تجارة الإيه؟ الرقيق اللي هي العبيد. تجارة الرقيق اللي هي تجارة العبيد يعني. 11. محاكم كان يرأسها القضاء اللي هو أو قضاء أجانب مما أدى إلى تدخلهم في سلطة القضاء التشريعي المصري. المحاكم المختلطة. الايه؟ المحاكم المختلطة. طيب 12. لجنة دولية تم تأليفها لتحقيق في جميع الشؤون المالية والإدارية لمصر بعدما طالبت بها المراقبة الثنائية. لجنة ايه بقى؟ لجنة التحقيق العليا الأوروبية. لجنة اكتب كده ورايا. لجنة التحقيق العليا الأوروبية. طيب 13. وزارة تم تأليفها برئاسة نوبار باشا. مش هكمل، أكيد عارف إن هي الوزارة المختلطة. الإيه؟ الوزارة المختلطة. طيب كده حلينا السؤال ده. يلا نروح لنوع جديد من الأسئلة وهو بما تفسر. ولكن ما تقلقش إن شاء الله الدنيا جميلة وزي العسل. السؤال الأول معايا في بما تفسر يمشي بما تفسر ويمشي دلل. توقفت حركة النهضة التي بدأها محمد علي في عهد عباس باشا. أو يقول لك مثلا دلل تعدلت مساوئ عهد عباس باشا. نقول ايه بقى؟ حيث اغلق معظم المدارس واغلق معظم المصانع وخفض عدد الجيش واهمل اعمال الترسانه البحريه. طيب السؤال الثاني بما تفسر تحسنت احوال الفلاح المصري خلال عهد سعيد باشا. او ممكن يقول لك دلل برضه اهتم سعيد باشا باصلاح احوال الفلاحين حيث قام باصدار اللائحه السعيديه. الايه؟ اللائحه السعيديه والتي تنص على او بمقتضاها او بموجبها اصبح للفلاح الحق في امتلاك الارض الزراعيه او ان هو يورث الارض الزراعيه. يبقى دلوقتي سعيد باشا عمل ايه؟ اصدر اللائحه السعيديه وبموجبها اصبح للفلاح الحق في ايه؟ في امتلاك ووراثه الارض الزراعيه. طيب السؤال الثالث بما
تفسر أو برضو دلل. تعتبر معظم شروط عقد الامتياز الثاني لحفر قناة السويس مجحفة، يعني ظالمة للمصريين. ليه بقى؟ بص يا باشا، هما كتير بس برضه حاول ايه هخسرها لك. لأن يوجد شرط ينص على أن تتنازل مصر عن جميع الأراضي الصالحة لحفر قناة وحفر ترعة المحمودية. يعني تقوم الحكومة المصرية بالتنازل عن جميع الأراضي المطلوبة لحفر القناة وحفر الترعة. 2. أن تحصل مصر مقابل الامتيازات والأراضي على 15% فقط من صافي الأرباح. 3. أن يكون 80% من العمال مصريين، أن يكون 80% من العمال يكونوا مصريين. طيب تعال نشوف الأسئلة اللي بعد كده. بما تفسر. وجه الخديوي اسماعيل عدة حملات حربية للأقاليم الاستوائية في أفريقيا. ليه بقى؟ عشان حاجتين. أول حاجة للقضاء على تجارة الرقيق اللي هي تجارة العبيد. رقم 2 ويعني التوسع جنوبا، والتوسع جنوبا والسيطرة على مياه النيل. طيب بعد كده بما تفسر ازدياد الازمه الماليه والتدخل الاجنبي في عهد الخديوي اسماعيل. الازمه الماليه زادت جدا جدا جدا، التدخل الاجنبي زاد جدا في عهد الخديوي اسماعيل. ليه بقى؟ لان الخديوي اسماعيل اتبع نفس سياسه سعيد باشا في الاقتراب من البنوك الاوروبيه. بس هقول تاني. طيب لأن الخديوي إسماعيل عمل اتبع نفس سياسة عمه في الاقتراب من البنوك الأوروبية. طيب السؤال رقم 6 بيقول بقى؟ بما تفسر. كانت علاقة الخديوي إسماعيل بالدولة العثمانية أحد أسباب الأزمة المالية، أو اعتمد الخديوي إسماعيل في علاقته مع السلطان العثماني على تقديم الأموال والهدايا، حيث اعتمد الخديوي اسماعيل في علاقته مع السلطان العثماني على ارسال الاموال والهدايا مقابل مقابل فرمانات يوسع بها نطاق حكمه. ومن امثله هذه الفرمانات: 1. زيادة عدد الجيش المصري. 2. أن يكون الحكم في أبنائه فقط، أن يكون وراثة العرش لأبناء الخديوي إسماعيل فقط لا غير. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك بقى؟ ظهور المحاكم القنصلية في مصر. ليه؟ للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأجانب مع المصريين والحكومة المصرية نفسها. طيب أنشأ الخديوي إسماعيل المحاكم المختلطة. ليه بقى؟ للحد من مساوئ المحاكم القنصلية. طيب 9. قدوم بعثة كيف في ديسمبر عام 1875. ليه بقى؟ للنظر في المسألة المصرية ودراسة سوء أوضاع المالية في مصر. طيب السؤال رقم 10. إصدار الخديوي إسماعيل مرسوم بإنشاء المراقبة الثنائية. ليه بقى؟ لطلب الدول الأوروبية في ذلك. ليه؟ لطلب الدول الأوروبية في ذلك. الدول الأوروبية طلبت منه إن هو يعمل اتنين مراقبة، يعني مراقبة ثنائية. موظف بريطاني وموظف فرنسي. بريطاني هيراقب الإيرادات، الفرنسي هيراقب المصروفات. يبقى إجابتك لرغبة بريطانيا في ذلك. طيب أصدر الخديوي إسماعيل مرسوم بإنشاء لجنة التحقيق العليا الأوروبية للنظر أيضا في المسألة المصرية. ليه؟ للنظر في المسألة المصرية. رقم 12. تدخل فرنسا وبريطانيا لعزل الخديوي إسماعيل وتولية ابنه توفيق بدلا منه. ليه بقى؟ لأنه قام بعزل الوزيران الأجنبيان من الوزارة. لأنه قام بعزل الوزيران الأجنبيان من الوزارة. طيب
13 انهيار الاستقلال السياسي لمصر خلال عهد الخديوي اسماعيل بسبب ايه بقى؟ بسبب تدخل كل من انجلترا وفرنسا في شؤون الحكم، بسبب الازمه الماليه، بسبب تدخل كل من انجلترا وفرنسا في شؤون الحكم بسبب الايه؟ المساله الماليه او يعني الازمه الماليه. طيب رقم 14 اعطاء الدول العثمانيه امتياز لرعايا الدول الاجنبيه. الدول العثمانيه كانت بتدي امتيازات، يعني تدي ايه؟ تصريح كده يعني لرعايا الدول الاجنبيه. ليه بقى؟ لكي تشجعهم على التجاره والاقامه في مصر، لتشجعهم على الاقامه والتجاره في مصر. تعال نخش على نوع جديد من الاسئله وهو ما النتائج المترتبه عنه. 1. إصدار محمد سعيد باشا اللائحة السعيدية، أصبح للفلاح الحق في توريث أو في امتلاك الأرض الزراعية، أصبح للفلاحين الحق في تمليك أو امتلاك أو وراثة الأرض الزراعية. طيب 2. اعتماد سعيد باشا على رؤوس الأموال الأجنبية أدى إلى إيه بقى؟ أدى إلى وقوع مصر في أزمات مالية كبيرة، أدى إلى وقوع مصر في أزمات مالية كبيرة. طيب 3. توجيه الخديوي إسماعيل حملات حربية للأقاليم الاستوائية في أفريقيا، أو بشكل مختلف توسع مصر العسكري جنوبا والسيطرة على مياه النيل في عهد الخديوي إسماعيل. ده أدى إلى إيه بقى؟ أدى إلى السيطرة على ساحل البحر الأحمر بالكامل، أدى إلى إيه؟ السيطرة المصرية على ساحل البحر الأحمر بالكامل. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما النتائج المترتبة على إسراف الخديوي إسماعيل في الاقتراض من الدول الأجنبية، أدى ذلك إلى إيه؟ وقوع مصر في أزمات مالية كبيرة أو سوء في المالية المصرية. بس خلي الإجابة الأولى أحسن، وقوع مصر في أزمة مالية كبيرة. السؤال الخامس ما النتائج المترتبة على توجيه الحركة الوطنية في أواخر عهد الخديوي إسماعيل الانتقادات للوزارة المختلطة؟ قام الخديوي إسماعيل يعني أدى إلى قام الخديوي إسماعيل بواحد عزل الوزيران أو الوزيرين الأجنبيين من الوزارة. 2. أصدر مرسوم بتسوية الدين كما ينص في اللائحة الأساسية، أصدر مرسوم بتسوية الديون طبقا لما جاء في الإيه؟ في اللائحة الأساسية يعني في الدستور. ما النتائج المترتبة على إقصاء أو إبعاد الخديوي إسماعيل للوزيرين الأجنبيين البريطاني والفرنسي؟ أدى لإيه بقى؟ قامت إنجلترا وفرنسا بالضغط على السلطان العثماني يعني عزل الخديوي إسماعيل وتعيين ابنه الخديوي توفيق. قامت إنجلترا وفرنسا بالضغط على السلطان العثماني لعزل الخديوي إسماعيل وتعيين ابنه الخديوي توفيق. طيب تعال نشوف نوع جديد من الأسئلة. بص بقى، دلل على صحة كل عبارة. لم يكن خلفاء محمد علي على شاكلته من حيث الوعي والقوة. ليه بقى؟ بص يا باشا، لأنهم أول حاجة تأرجحوا بين كل من إنجلترا وفرنسا والدول العثمانية على حساب مصر والمصريين. رقم 2 لم يثبتوا كفاءة في حكم البلاد، كانوا هفاءات. اكتب الاثنين دول بس اسهل بالنسبه لك. طيب دلل، كان عهد عباس باشا الاول به مميزات حيث عمل ايه بقى؟ اصلح الطرق البريه، تمام؟ يعني مهد الطرق الايه؟ البريه، وكمان بدا في انشاء اول خط سكه حديد بين القاهره والاسكندريه. طيب دلل، اهتم محمد سعيد باصلاح احوال الفلاحين حيث 1 اصدر اللائحه السعيديه والتي بموجبها اصبح للفلاح الحق في امتلاك الارض الزراعيه. 2 طهر ترعه المحموديه لتفي بحاجه الري والزراعه. طيب بعد كده عندي 4 اهتم سعيد باشا بالنقل والمواصلات والاتصالات حيث عمل ايه بقى؟ حيث
أتم خط السكة الحديدي اللي بين القاهرة والإسكندرية. أنشأ خط سكة حديدي بين القاهرة والسويس هو كمان، وأمد خطوط التلغراف في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية والسويس. طيب بعد كده عندي دلل. اهتم سعيد باشا بالجيش والبحرية عكس عباس باشا، حيث أهمل عباس باشا البحرية وكمان خفض عدد الجيش. أما سعيد باشا عمل إيه بقى؟ اسمع بقى. 1. جعل مدة الخدمة العسكرية سنة واحدة ولكن إجباري للجميع. 2. فتح باب الترقي أمام الضباط المصريين. تعال نشوف رقم 6. يعد عهد محمد سعيد باشا بداية الأزمة المالية في مصر. ليه بقى؟ لأن سعيد باشا ده عمل إيه؟ بدأ إن هو يقترض من البنوك الأوروبية، وأول قرض عقده من بنك بريطاني. زائد أو رقم 2 بقى، لجأ للمرابين، بتوع الربا. يعمل إيه؟ يستدين منهم الأموال مقابل سندات، يعني كمبيالات أو وصولات توضع في الخزانة المصرية. طيب جاءت شروط عقد الامتياز الثاني لمشروع قناة السويس ظالمة ومجحفة جدا للمصريين. أيوة، حيث إيه بقى؟ يعني تقول من هذه الشروط: 1. أن تتنازل الحكومة المصرية عن جميع الأراضي اللازمة لحفر القناة وكمان الترع. أن تحصل مصر مقابل الامتيازات والأراضي على 15% فقط من صافي الأرباح. أن يكون 80% من العمال يكونوا مصريين. طيب السؤال الثامن، ممكن يمشي نتائج وممكن يمشي دلل. بيقول لك ايه بقى؟ اهتمام الخديوي اسماعيل بالزراعه. حيث عمل ايه بقى؟ اسماعيل بدأ ان هو يحسن طرق الري، فانشأ ترعه اسمها ترعه الابراهيميه. هو اسمه اسماعيل، ابوه اسمه ابراهيم، فعمل على اسم ابوه اسمها الابراهيميه، وقام بزياده رقعه الارض الزراعيه. تعال نشوف السؤال رقم 9. بيقول ايه؟ اهتم الخديوي اسماعيل بالصناعه عكس عباس باشا الاول، حيث عمل ايه؟ اعاد فتح العديد من المصانع التي اغلقت في عهد مين؟ عباس باشا الاول، وتوسع في مصانع السكر في جنوب مصر او في الصعيد. طيب اهتم الخديوي اسماعيل بالتعليم والنهضة العلمية. دلل، حيث أعاد فتح ديوان المدارس والذي أغلق في عهد مين؟ سعيد باشا. مش كده وبس، ده عمل ايه بقى؟ أعاد أو قام بفتح مدارس عديدة منها الثانية اللي هي أول مدرسة لتعليم البنات. طيب دلل، اهتم الخديوي اسماعيل بالجيش. اهتم الخديوي اسماعيل بالجيش، حيث عمل ايه بقى؟ حيث قام الخديوي اسماعيل بتنظيم الجيش ومضاعفة عدده. قام بتدريب الجيش وتنظيمه ومضاعفة عدده، واهتم بالبحرية المصرية. طيب تعالى نكمل باقي الأسئلة. 12. شهد عهد الخديوي اسماعيل نهضة عمرانية، حيث عمل ايه بقى؟ اسمع بقى يا باشا عمل ايه. الراجل ده قام بإنشاء العديد من الجسور، مش كده وبس، وكمان أنشأ العديد من القصور. زي ايه؟ زي قصر عابدين، وأنشأ دار الأوبرا المصرية. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 13. شهد عهد الخديوي اسماعيل الاهتمام بوسائل الاتصال، حيث عمل ايه بقى؟ حيث أمد خطوط التلغراف في محافظات مصر المختلفة، وأنشأ البريد المصري. أنشأ البريد المصري. طيب رقم 14. يعتبر عهد الخديوي اسماعيل بداية الإصلاح النيابي في مصر، حيث عمل ايه بقى؟ حيث أنشأ مجلس شورى النواب، وأدخل نظام الوزارة المسؤولة اللي هو الوزارة المختلطة. طيب رقم 15. اهتم الخديوي اسماعيل بالتوسع الخارجي، ايوه، حيث ارسل حملات عسكريه للاقاليم الاستوائيه في افريقيا.
للتوسع طبعا جنوبا والسيطره على مياه النيل. طيب السؤال بعد كده رقم 16 بيقول لك كانت الامتيازات الاجنبيه من اسباب التدخل الاجنبي في عهد اسماعيل باشا. تقول ايه بقى؟ حيث قام القناصله الاجانب بانشاء محاكم قنصليه في مصر. حيث قامت القناصله الاجانب بانشاء محاكم قنصليه في مصر، وكان هذا من اشكال التدخل الاجنبي. وبعد ذلك اللي حصل بقى، قامت الدولة العثمانية بإرسال أو يعني بإنشاء أو بإعطاء امتيازات أجنبية للرعايا الأجانب، فكان هذا ليشجعهم على الإقامة والتجارة في مصر. طيب السؤال رقم 17، تعددت صور التدخل الأجنبي في مصر خلال عهد الخديوي إسماعيل، متمثلة في إيه وإيه 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 وإيه؟ حاجات كتير جدا. أول حاجة في إنشاء المحاكم القنصلية، ده رقم 1، إنشاء المحاكم القنصلية. 2 بعثة كيف. 3 صندوق الدين. 4 المراقبة الثنائية. 5 لجنة التحقيق العليا الأوروبية. 6 في الوزارة المختلطة. كده أنا حليت معاك أسئلتك كلها. بص ما سبتلكش سؤال أهو، تمام؟ طيب انت يا باشا عليك ايه بقى؟ تحل الاسئله اللي بعد كده اللي هو يعني سؤالين ماذا يحدث اذا، شويه اسئله كده ما رايك، وقارن بين وهكذا. بس خلي بالك كل الاسئله اللي انت هتحلها مع نفسك دي اصلا قلنا اجابتها في بما تفسر وما النتائج ودلل. بس انا عايزك انت تعتمد على نفسك. امسك قلمك ورقتك وابدا يا باشا حل اسئلتك، صور ورقتك وابعتها على جروب الفيسبوك اللي اسمه مقاتلين مستر احمد خليفه في الدراسات الاجتماعيه، وانا كالعاده هرد عليك يا اما في كومنت او هعمل لك بوست منفصل يعني احللك في الحاجات اللي وقفت قدامك. ربنا يوفقكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.